وينتقل بينا المشهد لعالم الأباطرة، وتحديدا الطائفة الملعونة، ونشوف سيدة تجلس في حمام من الدم، وبنعرف إنها سيدة الدم الملعونة رئيسة الطائفة، وبنشوفها بتمد إيديها في الدم وتقول بركة الدم لم تعد كافية مرة أخرى، بدأت أشعر بالوهن والضعف. ونسمعها بتنادي على أحد الخدام ويجي يقدم لها التحية وتقول له اذهب إلى العالم الأدنى واذبح لي بعض القرى، أريد أن أجدد بركة الدم في أسرع وقت. وينتقل بينا المشهد لصباح اليوم التالي، ونشوف بطلنا وهو بيفوق من النوم ويستعد لتكملة المهمة، ونشوف سو وهي بتمثل إنها مفتقداه ومش عاوزاه يمشي وتقول له أخي الأكبر، هل ستتركني وحدي اليوم أيضا؟ ويعرف بطلنا إنها بتمثل عليه، فيمثل عليها ويقول لها أنا عندي حاجات كتير مهمة النهاردة، بس بما إنك بتزعلي لما بسيبك أنا هلغي كل حاجة وهقعد معاكي طول اليوم. ونسمع سو بتقول ماذا؟ لا لا، يجب أن تلتزم بكل مهامك، ليس من الجيد عدم الالتزام بمواعيدك. ونسمع بطلنا بيقول في نفسه أنا كنت عارف إنك بتحاولي تخدعيني، بس يا ترى إيه السر اللي أنت مخبيه عني؟ ونشوفه بيحط إيده على راس سو ويطبطب عليها ويقول لها مش عاوز مشاكل وأنا غايب، وما تاكليش بطيخ كتير، ولما أرجع هعرف أنت مخبيه عليا إيه بالظبط. ونشوف بطلنا بيسيبها ويخرج ويقول لها وهو بيودعها هرجع بسرعة ومش هتأخر. وبمجرد ما يمشي نشوف سو اترسم على وشها ابتسامة كبيرة، وبنشوفها بتجري على المطبخ ونسمعها بتقول لشوبر لقد رحل أخي الأكبر، هيا بسرعة أيها السكين، اخرج والعب معي الآن. وينتقل بينا المشهد للمملكة الشمالية، ونسمع بطلنا بيقول أنا اتأخرت على الفريق، لازم ألاقي طريق مختصر يوصلني ليهم بسرعة. وفي الوقت ده يبدأ يظهر في السماء سحب غريبة لون الدم، وبنعرف إن دول خدام سيدة الدم. وبنسمع السيف ذو النصلين بيقول للتنين الأسود هناك من أتى زيارة من عالم الأباطرة إلى المملكة الشمالية، أشعر بهالة قتل قوية ورائحة دماء تملأ المكان، أعرف هذه الرائحة جيدا، إنها طائفة الدم الملعونة، فهي طائفة تعتمد على الدم البشري في التدريب والثقل، بما إنهم هنا هذا نذير شؤم على سكان تلك المملكة، أخشى أن يعطلوا السيد ويعيقوا تدريبه. ونسمعه بيقول سأذهب لأتحقق من الأمر. وبنعرف إن سيدة الدم أرسلت 4 من حراسها الأباطرة، ونسمع واحد منهم بيبص للناس وبيقول يبدو أن هذه المملكة كبيرة وبها عدد لا بأس به من الناس، أستطيع جمع الكثير من الدماء في وقت قصير. ونشوفه بيفعل المصفوفة الدموية الخاصة بيه، وقبل ما يبدأ هجومه يظهر وراه السيف الذهبي ذو النصلين ويقول له يبدو أنك سيء الحظ لأنك اخترت أن تأتي إلى المملكة الشمالية دونا عن كل الممالك المجاورة. فيلف الحارس ده ويبص له باندهاش ويقول أنت من أتى بك إلى هنا وسط هؤلاء الضعفاء معدوم القيمة؟ ونشوف السيف ذو النصلين وبتحيطه هالة قوية جدا وبيقول أنا من سأل أولا أيها الحسالة. ونشوف ملامح الخوف والرعب اترسمت على وش الحارس ويقول له لماذا تقف في صف هؤلاء الضعفاء؟ نحن الاثنان من عالم الأباطرة نستطيع أن نسيطر سويا على هذه المملكة. وقبل ما يخلص كلامه بنشوف السيف ذو النصلين قسمه نصين وهو بيقول له فلتذهب إلى الجحيم أنت وكل سادة الأباطرة معك. وفي الوقت ده نسمع التنين الأسود بيقول للسيف ذو النصلين هذا الشخص لم يكن الوحيد، فهناك 3 آخرون ذهبوا إلى القرى المحيطة بالمملكة. وينتقل بينا المشهد للقرى المحيطة، ونشوف باقي الحراس ال3 وهم عمالين يدبحوا ويقتلوا في أهل القرى دي بلا رحمة. ونسمع التنين الأسود بيقول للسيف ألا يجب أن نتدخل لحماية الأبرياء في القرى المجاورة؟ فيرد السيف ويقول له لا نستطيع دون إذن السيد أو الإخوة الكبار في ساحة بيت السيد، وإلا سنقع تحت العقاب لكسرنا القانوني السامي للنظام. مهمتنا الآن هي حماية السيد فقط. وينتقل بينا المشهد للمملكة الجنوبية وتحديدا المنطقة القاحلة مكان بيت بطلنا، ونشوف السلف السابق وهو بيخبط على الباب وينده على بطلنا ونسمعه بيقول لا يوجد رد، يبدو أن السيد ليس في المنزل. وفي اللحظة دي بنشوف جبابرة البر الرئيسي كلهم اتجمعوا قدام بيت بطلنا، السيد لوتينغ والسيد لويس والسيد لوتيان والسيد أرمانيو. ونسمع السيد لوتيان بيقول للسلف لقد أتينا لرؤية السيد، هناك حراس من عالم الأباطرة تسللوا إلى عالمنا ويذبحون الأبرياء في المملكة الشمالية. ونسمع السلف بيقول لقد أتيت لهذا السبب أيضا، ولكن يبدو أن السيد ليس بالمنزل. وهنا تشوفهم هم واقفين قدام البيت، ونسمعها بتقول مرحبا أيها الجد، هل هناك مشكلة؟ ونشوف السيد أرمانيو رئيس نقابة الكيميائيين بيبص لسو وبيشوف الهالة القوية بتاعتها، ودي كانت أول مرة يشوفها. ونسمعه بيقول هل هذا هو السيد الذي تتحدثون عنه؟ حقا إنه يمتلك هالة قوية كسيد من عالم الأباطرة،
ولكن لم أكن أظن أن سنه صغير إلى هذا الحد. ونشوف السيد لوتيان بيضرب السيد أرماني ويقول له: أيها الغبي العديم التمييز، ألم تسمعها تنادينا بجدي؟ إنها الأخت الصغرى للسيد. ونسمع السلف بيقول لها: حفيدتي سو، لدينا شيء هام جدا ونريد مساعدة السيد، هل تعرفين مكانه؟ فترد سو وتقول له: لقد خرج أخي منذ الصباح وقال سيعود في المساء. ونسمع السلف بيقول: سيعود في المساء؟ إذا انتظرنا إلى المساء سيموت ملايين الناس الأبرياء. وتفاجئهم سو وتقول: هل أنتم خائفون من الحراس الذين أتوا من عالم الأباطرة؟ فقد شعرت بوجودهم في عالمنا، وبمجرد ظهورهم رأيت هالة قتل قوية، وشممت رائحة دماء تفوح منهم. لستم في حاجة لإزعاج أخي، أستطيع مساعدتكم. وبنشوفها بتركز تركيز كبير وتخرج طاقة قوية من عينيها، ونسمعها بتقول: لقد وجدتكم أخيرا. ونشوفها بتستخدم تقنية التجسيد الوهمي، وبتسحق 2 من الحراس بمنتهى السهولة. ونشوفها فرحانة وبتقول: لقد انتهى الأمر الآن، لا حاجة لعودة أخي الآن حتى لا يفسد علي خططي. ونسمع السيد لوتيان بيقول لسو: أنسة سو، هل تم حل المشكلة فعلا بهذه البساطة أم أنك تمزحين معنا؟ فتقول له سو هي بتضم إيديها: لقد سحقتهم تماما ولم يعد لهم وجود، لا هنا ولا حتى في الجحيم نفسه. ونشوف سو بتركز وبتقول: لم يكونوا 2 بل 3. لقد نسيت الأخير، هناك شخص آخر في قرية قريبة منهم لا زال على قيد الحياة. وينتقل بينا المشهد للمملكة الشمالية، ونسمع الحارس الأخير ده بيقول: أين ذهبوا؟ أين ذهب البقية؟ ألم نتفق أننا سنلتقي جميعا هنا؟ لماذا تأخروا؟ وفي اللحظة دي يظهر قدامه التجسيد الوهمي لسو، وبنشوفها بتمد إيديها ناحيته وتسحقه بصوابعها، ونشوفها مبسوطة وفرحانة وبتقول: هذا هو الأخير، لقد انتهى كل شيء الآن. ونشوف السلف السابق مصدوم وبيقول في نفسه: شكرا لك على هذه الحركات الأكروباتية، ولكن من يصدق من أن فرق إصبعك قد أنهى مذبحة المملكة الشمالية. ونسمع السيد لويس بيقول للسلف: يبدو أن الفتاة الصغيرة ذات خيال واسع، يجب أن نجد السيد في أسرع وقت للتصدي لهؤلاء القتلة. وفي الوقت ده يجي أحد تلامذة السلف ونسمعه بيقول: أيها السيد، هناك أخبار هامة أتت لنا من المملكة الشمالية، فقد أخبرونا جواسيس الفروع هناك أن الأباطرة الذين ذبحوا المدينة واجهوا شخصية ضخمة، وفي لمح البصر تم سحقهم وتحويلهم إلى أشلاء لا ترى، وانتهى كل شيء. ونشوف السلف بيبص باندهاش ويقول: تحولوا إلى أشلاء؟ هل من الممكن أن تكون تلك الفتاة الصغيرة بهذه القوة حقا؟ فتقنية التجسيد الوهم التي استخدمتها تحتاج آلاف السنين لإتقانها. وبنشوف السلف بيشاور للتلميذ بالانصراف ويقول لسو: أعتذر على عدم تصديقي لك حفيدتي سو، فقد تم حل المشكلة بالفعل. ونشوف سو واقفة بكل ثقة وبتقول: لقد أخبرتك أيها الجد، إنه أمر بسيط وتم حله بسهولة، وكما ساعدتكم عليكم مساعدتي أيضا. ونشوف سو القوية المفترية مشغلة أقوى 5 شخصيات في البر الرئيسي عندها يزرعوا لها الأرض بطيخ. ونشوف السلف السابق بيقول في نفسه: أتمنى ألا يراني أحد تلاميذي في هذا الوضع. ونشوف السيد لوتيان هو ماسك في إيده إناء بيروي بيه بذور البطيخ، ونسمعه بيقول في نفسه: عندما كنت ملعونا بلا قوة لم يتجرأ أحد في كل العوالم التي كنت أجوبها أن يطلب مني شيء كهذا، وها أنا الآن بعد أن حررت روح الطاوي الأسطوري واستعدت قوتي كاملة أقوم بسقي بعض بذور البطيخ، ولكن من يستطيع أن يعترض على طلب لتلك الفتاة؟ وفي الوقت ده بنشوف سو جايبة بطيخ وبتقول: لقد عمل الأجداد بجد وبذلوا مجهود كبير اليوم، شكرا لكم جميعا، هيا تناولوا البطيخ. ونشوف السيد لوتيان مندهش وبيقول: حقا؟ هل حقا تعطينا من البطيخ؟ لقد تذكرت أول لقاء معها كادت أن تقتلني لأني تذوقت البطيخ الخاص بها، والآن تعطينا منه بهذه السهولة؟ ونشوفها بتضحك ضحكة بريئة وتقول: لقد كبرت الآن أيها الجد، وأستطيع أن أتقبل فكرة مشاركة الأشياء التي أحبها معكم. ونشوفها بعد كده بتضحك ضحكة شريرة وتقول في نفسها: أستطيع الآن أن أكل من البطيخ ما يحلو لي، وعندما يسألني الأخ الأكبر سأخبره أنهم هم من أكلوا كل هذا البطيخ. وأثناء ما كانوا بياكلوا البطيخ وسو مبسوطة إن خطتها ماشية مظبوط، نسمع حد واقف على باب البيت بينادي على سو، وبنعرف إنه حامل ختم الإمبراطور والد سو. ونشوف سو مش مهتمية بيه، علشان لو تفتكروا هو كان بيعاملها بقسوة. ونسمعه بيقول: سو ابنتي، أأسف على إساءتي لك في الماضي، أتمنى أن تسامحيني في يوم ما. ونسمع الكائنات الأسطورية في ساحة بيت بطنة بتقول له: لا يحق لك الدخول دون إذن السيد،
ونعرف ان محدش من الموجودين يعرف الشخص ده غير السيد لوتيان، لان هو الوحيد اللي زار عالم الاباطرة. ونسمعهم بيسألوا هما بياكلوا البطيخ: من هذا السيد؟ ونشوف السيد لويس بيقول: لم أراه من قبل في عالم الخالدين، هل يعرف أحد منكم من هذا السيد؟ ونسمع السيد لوتيان بيقول: أنا أعرفه، لقد تقابلنا مرة عندما كنت في عالم الأباطرة، إنه أهم شخص في هذا العالم، إنه حامل ختم إمبراطور الأباطرة. ونشوفهم كلهم مصدومين ومش مصدقين إن حامل ختم الإمبراطور واقف قدامهم. ونشوف السيد لوتيان بيحكي له عن المشكلة اللي واجهوها، وإن في حراس من طائفة من عالم الأباطرة أتوا لعمل مذبحة وقتل الأبرياء. ونشوف حامل الختم واقف بره البيت زي ما قالت له الدجاجة ذات روح العنقاء، ونسمعه بيقول: يبدو أن من فعل هذا هم أتباع طائفة سيدة الدم الملعونة. على كل حال سأحقق في هذا الأمر بنفسي. وينتقل بينا المشهد لعالم الأباطرة، وتحديدا طائفة الدم الملعونة. ونسمع الحارسة الشخصية لسيدة الدم والملقبة بديمونة، وهي بتقدم الاحترام لسيدة الدم وتقول لها: الحراس الذين تم إرسالهم إلى عالم الخالدين لجمع الدماء ماتوا فجأة وتمت إبادتهم جميعا. ونشوف سيدة الدم مستغربة وبتقول: من يستطيع هزيمة هؤلاء الحراس؟ لا يستطيع هزيمتهم سوى شخص من عالم الأباطرة. هل تظني أن هناك سادة من عالم الأباطرة في هذا العالم الأدنى؟ ونسمعها بتقول: الآن وقت حرج، أنا بحاجة إلى هذا الدم على وجه السرعة لأتمم عملية الصقل والاختراق. انزلي بنفسك وحققي في الأمر وآتي لي بالحقيقة. وبنشوف ديمونة بتقدم لها التحية. وينتقل بينا المشهد للمنطقة القاحلة، ونسمع حامل ختم الإمبراطور بيقول: أشعر أن شخصا آخر ينزل من عالم الأباطرة، هل تودون الذهاب معي؟ وينتقل بينا المشهد للمملكة الشمالية، ونشوف هالة دم قوية جدا بتحيط بالمكان. ونسمع ديمونة بتقول: هذا هو المكان الذي اختفى فيه أول شخص، إذا كان هناك أحد الأباطرة بهذا المكان سيشعر بوجودي. ونشوف ديمونة متفاجئة وهي شايفة قدامها الجبابرة الخمسة، أقوى 5 شخصيات في البر الرئيسي. ونسمعها بتقول: من أتى بكل هؤلاء إلى هنا؟ إنهم أقوياء حقا، ولكن لا يوجد أحد منهم من عالم الأباطرة. وفجأة يظهر وراها حامل ختم الإمبراطور ويقول لها: هل تبحثين عني؟ ونشوفها مصدومة وتقول: ماذا؟ حامل ختم الإمبراطورة شخصيا؟ ونشوفه بيهجم عليها وبيمسكها من رقبتها وبيخنقها ويقول لها: لا أريد أن أسمع أي هراء، ستخبريني بكل الحقيقة كاملة، وإلا سأدمر جذور روحك وأعذبك ل1000 عام. ونسمعها بتقول وهي بتتخنق: ماذا يفعل حامل الختم هنا؟ حتى لو جاءت سيدة الدم بنفسها فلا داعي لأن ينزل حامل الختم بنفسه. ونشوفها بتستخدم تقنية للهروب وتتحول لدم وتفلت من ما بين إيدين حامل الختم. ونسمعه بيقول: إنها تقنية هروب مميزة حقا، استطعت أن تفلتي من قبضتي. ونشوفه بيضحك ويقول: أعلم أنك تعرفين الحقيقة جيدا، أنك لن تستطيع الهروب مني، أليس كذلك؟ ونسمعها بتقول: نعم يا سيدي، أعلم أنه ليس لدي أمل في الهروب منك، فأنا هالكة لا محالة. ونشوفها بتجمع طاقتها وتقول: ولكني لن أموت هباء، فأنا ديمونة، سأحرق جوهري وأقتل كل كائن حي على بعد 100 ميل. ونشوف حامل الختم وهو بيجهز مصفوفة هجومية ويقول لها: إذا استسلمت الآن ربما أنهي حياتك بالموت الرحيم دون عذاب. وفجأة بنشوف حامل الختم مصدوم، ونشوف ديمونة بتبصله بصة تحدي وتتخاطر معاه وتقول له: بالضبط أيها السيد، لقد سيطرت على الشخص الذي أتيتم جميعا له، لقد أصبح رهينتي. ونشوف حامل الختم متردد ومش عاوز يهجم عليها. ونشوف السيد لوتيان بيقول له: أيها السيد، إذا تركتها تذهب سيموت المزيد من الأبرياء. ونشوف حامل الختم وهو محتار ومش عارف يعمل إيه. وبنشوف ديمونة وهي بتسيطر على الفريق اللي فيه بطلنا، ونشوفها نشرة الهالة الدموية بتاعتها ومسيطرة على الفريق كله. ونسمع شوي ليه بيقول: أنا لا أستطيع أن أتحرك، لقد تسمرت قدماي في مكانها. ويقول له هانغ: ما هذا الضغط المرعب؟ إنها قوة في مستوى سادة الأباطرة، أستطيع أن أشعر بها وهي تسيطر على جسمي بالكامل. ونشوف إن كلهم خايفين منها ومرعوبين ومش قادرين يتحركوا، لكن المصفوفة الدموية بتاعتها مش مسيطرة على بطلنا ومش متأثر بيها. ونشوف بطلنا وهو متجه ناحية ديمونة، ونسمع هانغ بيقول له: إلى أين أنت ذاهب أيها الغبي؟ إنها فرصتك لتنجو بحياتك. ونشوف بطلنا راح لديمونة، ونسمع التنين الأسود بيقول للسيف ذو النصلين: ماذا يجب علينا أن نفعل يا زعيم؟ ونشوف ديمونة بتبص لبطلنا وتقول في نفسها: إنه في مستوى قوة مبتدئ في المرحلة الأولى من تشكيل الدانتيان، ولكنه لم يتأثر بطاقة اللي تشيل خاصة بيه. من هو بحق الجحيم؟ وبنشوف بطلنا مش فاهم حاجة وفاكرها في مشكلة وبيقول لها: أيتها الفتاة، أتحتاجين إلى مساعدة ما؟
فتبص له باندهاش وتقول له: ماذا؟ تساعدني؟ ونشوف ديمونة بتصرخ وتقول له: من الذي يحتاج إلى مساعدة؟ أنت أخذت كرهينة. ونشوف بطلنا بيفهم الموضوع غلط ويحط إيده على راسه ويقول لها: يا عيني، أنت اتخذت رهينة؟ هي الدنيا جرى فيها إيه بس؟ مش عارف مين يجيله قلب يخطف واحدة رقيقة زيك. بس معلش اطمني، الدنيا لسه بخير. ونشوفها مصدومة من كلامه بتقول له: أي فتاة رقيقة يرى؟ عن ماذا يتحدث هذا الأحمق؟ ونشوفها بتستعد للهجوم عليه وتقول: هذا الفتى غريب الأطوار، لذا لنبدأ به ولنرى ما المميز فيها لينال كل هذا الاهتمام من حامل الختم. وقبل ما تضربه بنشوف بطلنا بيبص لها بمنتهى البراءة ويقول: يا لك من فتاة مسكينة مررت بتجربة مؤلمة. ونشوفه بيمسك ايديها ويحط فيها بعض الأحجار الروحية ويقول لها: خد الأحجار الروحية دي وابعدي عن هذا المكان اللي ليكي فيه ذكريات سيئة. من حق كل إنسان بداية جديدة. وبنشوف باقي أعضاء الفريق خايفين منها ومرعوبين، وبطلنا مش حاسس بأي حاجة. ما تخافيش منهم، دول أصدقائي مش هيأذوكي. ونشوف ديمونة بتبص لبطلنا بنظرة إعجاب وتقول: أنت في الواقع تفكر فيا كفتاة تحتاج للمساعدة، لم يعرض علي أحد المساعدة منذ 1000 عام تقريبا. ونشوف بطلنا بيشاور لها ويقول: يلا يلا، روحي على البيت على طول وخدي بالك من نفسك. ونسمع ديمونة بتقول: هل هذا الشخص أبله؟ ونشوفها بتسحق الأحجار الروحية ما بين إيديها وتصرخ وتقول: يا لك من وغد، جعلتني أشعر بمشاعر كنت قد نسيتها. ونشوفها بتستعد للهجوم عليه بمنتهى القوة وهي بتقول: أود أن أرى ما هي الأسرار التي لديك أيها الوغد. وفجأة تتثبت مكانها ونسمعها بتقول: ما هذا؟ لا يمكنني أن أتحرك، مستحيل. هل هذه هي تقنية التجميد الجليدي؟ ونشوف أعضاء فريق بطلنا وهم مصدومين، ونسمع حامل الختم وهو مصدوم ومندهش وبيقول: مستحيل، مستحيل أن يمتلك هذا الشخص مثل تلك التقنية. أتذكر أن سيدي إمبراطور الأباطرة تدرب على تقنية التجمد الجليدي هذه لآلاف السنين ولم يستطع أن يتقنه. هل هذا معناه أن السيد من البعد الرابع؟ مستحيل. هل هو حقا أحد السادة الحكماء الكبار؟ ونشوف ديمونة بتبص لبطلنا وتقول له: من أنت؟ من أنت أيها الوغد بحق الجحيم؟ وينتقل بينا المشهد ونشوف سيدة المكتبة اللي هي النظام، ونسمعها بتقول لديمونة: هذا الوغد الذي لا تستحق أن تلمسيه أيتها العاهرة. ونشوفها بتحوطها بمصفوفة الانتقام، ونشوف ديمونة جسمها بيتقطع حتت صغيرة وهي بتصرخ من شدة الألم، وفي لمح البصر بيتم تمزيقها لأشلاء صغيرة وتختفي المصفوفة ويختفي معاها حالة التجمد الجليدي. ونعرف إن بطلنا ما خدش باله من كل اللي بيحصل ده، ويبص وراه وما يلاقيش ديمونة، ويسأل شوي ليه باندهاش ويقول له: أين ذهبت هذه الفتاة؟ أتمنى أن تصل منزلها سالمة. يا عيني، ده عايم في مية البطيخ والله، ده ماشي بنظرية اللي معاه ربنا يمشي على المية. ونشوف شيان بتقول له: أنت كويس؟ ونشوف بطلنا بيحط إيده على راسه ويقول: أنا كويس، بس حاسس إن في حاجة غلط، هو في إيه؟ ونشوف شيان وهي بتشرح له الوضع، إننا كنا متاخدين رهاين، وإن البنت اللي كان بيساعدها دي كانت عاوزة تقتله، وإن ربنا سترها معانا عشان إحنا غلابة. ونشوف بطلنا مصدوم بعد ما عرف الحقيقة وبيقول: إيه؟ يعني دي ما كانتش واحدة غلبانة وعاوزة مساعدة؟ ده أنا اديتها كل الأحجار الروحية اللي معايا، يعني أنا كده مش هاخد ثواب؟ ونشوف شيان مصدومة من ردة فعله وتقول: لا لا طبعا هتاخد ثواب، علشان الأعمال بالنيات. ونسمع هانغ بيقول له: كيف استطعت أن تسيطر عليها هكذا؟ هل تملك تقنية مميزة تخفيها عنا؟ فنشوف بطلنا بيضحك وبيبص شوي ليه ويقول له: هو الأخ هانج بيهزر معايا؟ أصل دمه خفيف قوي. ونسمع شوي ليه بيقول بسخرية: نعم إنه يمزح معك، نحن جميعا نعلم أنك أضعف عضو في الفريق. وبنعرف بعد كده أن بطلنا بدأ يزود وقت تدريبه علشان يواكب قوة الفريق اللي معاه، لأنه أضعف واحد فيهم. وبنشوفه بيدخل المنطقة الوعرة في جبال الوحوش، وبنعرف أنه بيبدأ ينقذ ناس كتير قوي من فرق تانية كانوا بيتدربوا في نفس المنطقة الوعرة. وكمان بدأ يسيطر على كل وحوش المنطقة الوعرة اللي من مستويات قوة مختلفة، وكان ده طبعا بمساعدة التنين الأسود، بس بطلنا ما يعرفش. وبدأت الوحوش دي كلها تمشي مع بطلنا وتحاوطوا في كل مكان يروحوا، لدرجة انهم كانوا بيهزوا الارض وهم بيتحركوا. وده خلى عمدة المنطقة الوعرة يجمع الجنود، لانه افتكر ان الحيوانات المفترسة بتستعد للهجوم على المملكة. ونسمعه بيقول: فليبقى الجميع في حالة تأهب. وبنشوف عمدة المنطقة الوعرة بيقدم الاحترام للسادة الكبار على انضمامهم للدفاع عن المملكة الشمالية من هجوم الوحوش. ونسمع السيد أرمانيو بيقول: هجوم وحوش المنطقة الوعرة. أتذكر آخر هجوم كان منذ عقود، عندما اصطاد شخص ما شبل من المنطقة الوعرة، ونتيجة لذلك قاد أحد الوحوش الهجوم الدموي، مما أدى إلى تدمير نصف المملكة تقريبا. ونسمع العمدة بيقول: الهجوم يقترب من المملكة أكثر،
وتقدر الحيوانات بنحو 10,000 وحش، وقد أبلغنا أحد الجواسيس أن هناك بشري هو من يقود هذا الهجوم. ونشوف السادة الكبار مستغربين وبيقولوا ده تقريبا عدد كل الوحوش المنطقة الوعرة. ونسمع السيد لويس بيقول ترى ما الذي أثارهم هذه المرة وجعلهم يهجمون على المملكة. ونسمع السيد لوتيان بيقول مهما كان السبب وراء هجومهم لا نستطيع أن نتخلى عن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في المملكة. وفي الوقت ده بنشوف الوحوش وهي بتقرب، وبنشوف بطلنا راكب على وحش منهم، ويشوفوا السيد لوتيان والسيد لويس. ونسمع السيد لوتيان بيقول لم أتفاجأ على الإطلاق، ولم يعد الأمر مهم بعد الآن، إنه شيء طبيعي. وبنشوفه بيبدأ يغادر المكان. ونسمع عمدة المنطقة الوعرة بيقول له أيها السيد، ألم تقل أنك لن تتخلى عن عشرات الآلاف من الناس؟ هل ستستسلم الآن؟ فيقول له السيد لوتيان نعم نستسلم، لأن من يتحكم في كل هذه الوحوش هو السيد الكبير، فلا تقلق. ونشوف بطلنا وهو راكب على الوحوش وبيقول دي أكتر متعة من سواقة عربية فراري والله. ويتفاجئ بطلنا بعدد الناس المنتظرين على حدود المملكة، ونسمعه بيقول سيد لوتيان من الجيد رؤيتك هنا، ولكن ما الذي أتى بك كل هذه المسافة؟ فيقول له ظن العمدة أن الحيوانات تستعد للهجوم على المدينة، لذلك أتينا. ونشوف بطلنا بيقول لا لا لا، دي حيوانات أليفة وبقينا أصحاب وكانوا جايين بس يوصلوني. ونشوفه بيسقف ويقول لهم يلا يلا كل واحد يروح لبيته وشكرا على التوصيلة. ونشوف كل الحيوانات بترجع تاني للمنطقة الوعرة، وينتقل بينا المشهد ونشوف بطلنا راجع البيت، ويتفاجئ بسيدة المكتبة اللي هي النظام مستنياه في ساحة البيت، وبنعرف ان اسمها دوران. ونشوف بطلنا اتفاجئ بوجودها ويقول سيدة دوران ما الذي أتى بك إلى هنا؟ فنسمعها بتقول لأعيش هنا سيدي تشينبنغ، إن هذا منزل عمي، وقبل 5 سنوات تركه لي وغادر، ولكني لم أكن مهتمة به لأني أعيش في المكتبة، ولكن الآن علي تجديد المكتبة وعمل بعض الإصلاحات، لذلك سأضطر للعيش هنا فترة من الوقت. ونشوف بطلنا مستغرب وبيقول ماذا؟ منزل عمك؟ أيها النظام ما الذي يجري؟ وتيجي رسالة من النظام بتقول إنها على حق، كان هذا المنزل في الأصل لعمها الذي انتقل إلى منزل بعيد. ونشوف بطلنا بيتعصب على النظام ويقول له وليه ما قلتليش الموضوع ده قبل كده؟ ده اسمه احتيال وسرقة. ونشوف السيدة دوران وهي بتترجى بطلنا وتقول له سيدي تشين، لا يمكنني العثور على مكان مؤقت للعيش فيه سوى هنا، واطمئن لن أسبب لك أي إزعاج. ويوافق بطلنا ويقول طالما بشكل مؤقت مفيش مشكلة. وينتقل بينا المشهد للمساء، ونشوف السيدة دوران بدأت تتحرش ببطلنا تاني، ونشوفها بتخرج من الحمام بملابس خفيفة وشفافة، ونسمعها بتقول من الجيد الاستحمام، لقد أصبح الجو أكثر انتعاش. ونشوفها بتعمل نفسها قال يعني اتفاجئت ببطلنا واقف قدامها وتقول سيدة تشين، أعتذر على خروجي بهذا الشكل، لم أكن أظن أنك بالمنزل. ونشوف بطلنا متعصب وبيقول ما كانتش تعرف إني في البيت إزاي؟ أنا عارف إنها بتعمل كل الحركات دي وهي قاصدة، أنا إيه اللي خلاني أوافق بس إنها تعيش هنا أصلا حتى ولو بشكل مؤقت. ونشوفها بتحضن بطلنا وتلف إيديها حوالين رقبته وتقول له سيدة تشين، أرجوك لا تفكر فيه بشيء سيء، أنت تعلم أني ضعيفة وقد ألبي كل رغباتك، فلا تستغل الموقف. ونشوف بطلنا بيزعق ويقول لها إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ وإيه اللي أنت لابساه ده؟ في طفلة عايشة معانا في البيت. وبنشوف صوب تاكل البطيخ ومش مهتمية بأي حاجة بتحصل حواليها. ونشوف السيدة دوران بتضحك بخجل وتقول كنت أمزح معك فقط، لا تكن متوترا بهذا الشأن. ونشوفها بتدخل البيت وبتبص لبطلنا بصة كده كلها إغراء وتقول له أنا ذاهبة للنوم الآن، أرجوك سيدة تشين لا تقتحم غرفتي أثناء نومي وتمارس ألاعيبك معي، فأنا شخص ضعيف ولن أستطيع مقاومتك. ما تتقي الله، ما تتقي الله وتتهدي بقى يا شيخة، حرام عليكي. ونشوف بطلنا بيتعصب عليها ويقول لها عن أي ألاعيب أنت تتحدثي؟ أنت اللي بتتحرشي بيا في كل مرة نتقابل، وقلتلك إن في طفلة عايشة معانا، خدي بالك من كلامك. ونشوف سو لسه بتاكل بطيخ ومش مهتمية برضه. ونشوف بطلنا متعصب ويسيب لها البيت وهو بيقول لا يمكن أنام تحت سقف بيت واحد مع الست المجنونة دي. ونشوفه بيدخل غرفة أخرى في ساحة البيت، ونشوف سو بتبص عليه وهي برضه مش فاهمة حاجة. وينتقل بينا المشهد لداخل غرفة بطلنا، ونشوفه قاعد بيفكر وبيقول إن هذه السيدة خطر حقا، كل ما اتعامل معاها بحس بعدم راحة، حاسس إنها مراقباني ومحوطاني من كل اتجاه، كل كلماتها تلميحات إن في حاجة هتحصل بالليل. هل ممكن إنها تقتحم عليا أوضتي؟ دي ست طايشة وتصرفاتها مش متوقعة. ونشوفه بيقفل باب الأوضة والشبابيك كويس قبل ما ينام، ويقول وهو بيغمض عينيه اديني قفلت البيبان والشبابيك وتربستها كويس عشان لو فكرت تخش عليا الاوضه ما تعرفش تدخل.
وانا من بكره هدور على سكن جديد. وينتقل بينا المشهد للصباح، ونشوف بطلنا وهو بيفوق من النوم، وفجأة يتصدم وتترسم على وشه ملامح الدهشة. ونشوف السيدة دوران نايمة جنبه، ونسمعه بيقول في نفسه: ازاي ازاي قدرت تخش عليا الأوضة وانا قافل البيبان والشبابيك كويس؟ ونشوف بطلنا بيبص للغرفة ويقول: ايه ده؟ دي مش اوضتي، دي اوضتها هي. ده معناه انها ما جاتش عندي، ده انا اللي رحت لها. بس ازاي؟ ونسمعه بيقول باندهاش: يمكن انا بمشي وانا نايم وانا مش واخد بالي. ونشوفه بيقوم من جنب السيدة دوران بمنتهى الهدوء، ونشوفه بيتسحب من على السرير علشان ما يصحيهاش بمنتهى الهدوء، ويقول في نفسه: انا هخرج زي ما دخلت من غير ما حد يشوفني ولا يحس بيا، وكأن مفيش حاجة حصلت، بمنتهى الهدوء. وفجأة تفتح سول باب وتقول: ايها الاخت الكبرى، هل استيقظتي؟ ونشوف بطلنا مصدوم وبيقول لسو: ما الذي اتى بك في هذا التوقيت بالذات؟ ونشوف سو واقفه مش فاهمه حاجه وتقول لبطلنا: لماذا تتحرك مثل اللصوص هكذا يا اخي؟ ونشوف سو بعد ما فهمت وهي بتخرج من الباب وتقفله وراها بسرعه وهي مكسوفه وبتقول: انا لم ارى شيء، اكملوا ما كنتم تفعلوه ايها الاخوه الكبار، وانا لم ارى شيء. ونسمع بطلنا بيقول لها: انا ما عملتش حاجه، الله يخرب بيتك، هتوديني في داهيه، انت فهمتي ايه؟ ونشوف السيده دوران بتصحى بسبب الدوشه، ونسمعها بتقول لبطلنا: سيدة تشين، ما الذي اتى بك الى غرفه نومي؟ الم اقل لك امس الا تمارس تلك الالاعيب معي؟ ونشوف بطلنا واقف قدامها محرج ومكسوف، ويقول له وهو متوتر: انا جيت اصحيكي علشان الفطار. فتقول له: يا لك من شخص فارس بحق، هل حضرت لي الفطار؟ فيضحك بطلنا ويقول لها: لا، انا بصحيكي عشان انت اللي تعملي لنا الفطار. وينتقل بينا المشهد ونشوفهم قاعدين بيفطروا، ونشوف بطلنا بيبص للسيدة دوران وهو متوتر ويقول لها: هل نمت جيدا الليلة الماضية أيتها السيدة؟ ونشوفها بتبص له بصات غريبة وتقول له: لقد نمت جيدا ليلة أمس، أعتقد أنه أفضل نوم حصلت عليه منذ شهور. ونشوف بطلنا مصدوم من كلامها، كأنها بتقول له: أنا عارفة اللي حصل. ونشوف سو بتقول لبطلنا: أخي، هل من الآن فصاعد يجب علي مناداة السيدة دوران بزوجة أخي؟ ونشوف بطلنا زور ورجع الأكل من كتر الصدمة على وش سو، ونسمع سو بتقول: أخي، هذا شيء مقزز ومقرف. فيرد ويقول لها: تستاهلي، عشان بتدخلي نفسك في اللي مالكيش فيه. ونشوف السيدة دوران وهي بتمسح وش سو وتقول لبطلنا: سو لم تخطئ في شيء، أنت الآن في مرحلة الزواج. ونشوف بطلنا بيفكر ويقول مع نفسه: حقا، لماذا لم أتزوج؟ ويبدأ تجيله بعض الذكريات من حياته السابقة، ونعرف إنه كان متجوز وكان بيحب مراته جدا، بس مش قادر يفتكر ملامح وشها كويس. ونسمعه بيقول: حاجة عجيبة، أنا فاكر قد إيه كنت بحبها، بس مش قادر أفتكر أي ذكريات معاها، كأن ذكرياتي دي اتمسحت بأستيكة. وفي الوقت ده تقرب منه السيدة دوران وتقول له: سيدة تشين، ما رأيك في الاقتراح الذي قالته سو؟ فيقول لها: اقتراح إيه؟ فترد وتقول له: أن أكون زوجتك. ونشوف بطلنا بيبص وهو مصدوم ويقول لها وهو بيمشي: عندي حاجات مهمة لازم أعملها، ولما أرجع نبقى نشوف موضوع الجواز ده. ونسمع سو بتقول له: يا لك من شخص مزعج، كل ما عليك أن تقول نعم فقط. ونشوف السيدة دوران بتشد سو من خدودها وتقول لها: لا تزيدي في تلميحاتك، وإلا صدرت البطيخ الخاص بك، أريد أن أخبره عن الأمر بنفسي. واضح طبعا ان سو تعرف حاجه احنا مش عارفينها، وواضح ان السيده دوران دي هي مراته اللي مش فاكرها، وواضح كمان ان احنا داخلين على احداث ما يعلم بها الا ربنا. وينتقل بينا المشهد للمنطقه الشماليه، ونشوف بطلنا بيقول لنفسه: لازم ابدا تركيز بقى وانسى مشكله السيده دوران وموضوع الجواز ده، خلاص المسابقه قربت ووقت المهمه كمان قرب يخلص. وفي الوقت ده بيشوف الانسه شيان واقفه مع شخص ضخم اول مره يشوفه، فيروح بطلنا ويسلم عليها، ونسمعه بيقول: كويس ان لقيتك، انا كنت لسه هدور عليكم، فين باقي الفريق؟ فتبص له شيان باندهاش وتقول له: من انت ايها السيد؟ هل نعرف بعضنا البعض؟ ونشوف بطلنا مندهش وبيقول لها: ده انا تشين بنغ، احنا مع بعض في نفس الفريق، انت ازاي مش فاكراني؟ وهنا يتدخل الشخص الضخم اللي معاها ويقول لها: سيدتي، هل تعرفين ذلك الشخص؟ فترد عليه وتقول له: لا اعرفه، هذه اول مره اراه فيها. وهنا يقرب منه الشخص الضخم ده ويقول له: ان الانسه لا تعرفك، لما تتطفل عليها وتحاول مضايقتها؟ ونسمع بطلنا بيفكر مع نفسه ويقول: ما الذي يحدث؟ هل أعادوا تشكيل الفريق واختاروا شخص آخر؟ ونشوفه بيتعصب ويقول: مش مهم تسيب الفريق، بس هي ليه عاملة نفسها مش عارفاني ومطلعاني قدام الناس كأني متطفل وعديم الأدب؟ ونشوف بطلنا بيسيبهم ويمشي ويقول: أعتذر على تطفلي، ربما أخطأت، أراكم في البطولة. وهنا بيبص له الشخص الضخم ده باستهتار ويقول له: هل تتحداني أيها القمامة؟ فأنت في المرحلة الأولى من تشكيل الدنتيان، أنت حتى غير مؤهل لتلميع حذائي. ونشوف التنين والسيف متعصبين وبيقولوا: لولا وجود العديد من المرة
لتم قتلك الآن أيها الحسالة. فيبص له بطنة بنظرة تحدي ويقول له بما إنك جامد قوي كده، إيه رأيك في تحدي قتال هنا والآن؟ فيبص له الشخص ده باستهتار ويقول له هل أنت أعمى؟ انظر إلى مستواي قبل أن تتفوه بكلام تندم عليه. أنت لازلت في مستوى مبتدئ. أنت بالنسبة لي ضفدع بلا قيمة، نملة أسحقها في لمح البصر. ونشوف بطنة بيبص له بص التحدي ويقول له أنت واد عويل ومالكش لازمة ومنظر على الفاضي، عمال تقول كلام دش وأنت تمامك خش وقش. ونشوف التنين والسيف هما بيشجعوا بطنة ويقولوا له خش وقش وكرانيش ولا ليه لازمة، اديله يا زعيم. ونشوف الشخص الضخم ده بيقول إذا كنت تريد أن تتعرض للضرب فلا مانع عندي، ويرفع إيده ويقول فليبتعد الجميع حتى لا يتأذى أحد. ونسمع واحدة من اللي واقفين بتقول أليس هذا هو السيد موي ابن رئيس الوزراء؟ لماذا يتقاتل مع شخص من المستوى المبتدئ؟ ونشوفهم واقفين بيستعدوا للقتال. ونسمع موي بيقول لبطنة أنت أيها الضفدع لا توجد قواعد للقتال، سيكون نزال حر مباح فيه كل شيء. ويبص البطنة ويقول في نفسه أيها الغبي، كان يجب عليك أن ترفض النزال الحر وتضع قواعد لحماية نفسك، ولكن اطمئن، سأعلمك الأدب فقط يا سليط اللسان. سأبدأ بلكمة سريعة مباغتة لكسر كبريائك. وقبل ما يقرب لبطنة بنشوف بطنة هو اللي سبق وضربه ضربة قوية جدا وقع على الأرض. ونسمع موي بيقول أيها الحسالة، كيف تجرؤ على تجاهل الأخلاق القتالية؟ ونشوف كل اللي واقفين مندهشين إن السيد موي ابن رئيس الوزراء بيتضرب من شخص في مستوى مبتدئ. وبنشوف السيد موي بيقوم من على الأرض وتحيطه هالة قوية من اللي تشي. ونسمعه بيقول كنت سأتركك قطعة واحدة، ولكن الآن يجب علي تمزيق يدك التي تطاولت بها علي. ونشوف الهالة بتزيد حواليه وتنتشر في المكان كله. ونسمعه بيقول تقنية الرعد المتصارع. ونشوف بطنة بيبص له باندهاش ويقول يا لها من تقنية مدمرة لم أرى مثلها من قبل. ونشوف السيد موي بيهجم عليه. ونشوف بطنة بيتفادى الهجوم ده بمنتهى السهولة وكأنه بيقرأ أفكاره. ونشوف السيد موي بيبص لبطنة وهو مندهش وبيقول كيف هذا؟ إن هذا أقوى هجوم لدي، كيف استطاع أن يتجنبه بهذه السهولة؟ ونعرف أن بطنة فعل الهدية اللي خدها من النظام، وهي نسخ تقنية الخصم، وبقى عنده القدرة إنه يقرأ اللي في عقل خصمه ويكون سابقه بخطوة. ونشوف السيد موي كل ما يفكر في حركة هجوم يلاقي بطنة يسبقه ويرد نفس الهجوم عليه. ونشوف موي هيتجنن ومش فاهم إيه اللي بيحصل. ونسمع شيان بتدافع عن موي وتقول ماذا تريد أيها السيد بحق الجحيم؟ تعترض طريق الآخرين وتضرب الناس بلا سبب، من أنت بحق الجحيم؟ ونشوف بطنة بيقول لها لسه عاملة نفسك مش عارفاني، كأنك أول مرة تشوفيني، عاوزة تفهميني يعني إنك فقدت الذاكرة ولا في نسخة تانية منك؟ وفجأة يسمع صوت الآنسة شيان جاي من وراه بيقول مرحبا سيدة تشين بنغ. ويلتفت بطنة ويبص ويلاقي قدامه نسخة تانية فعلا من شيان. ونسمعه بيقول هو مصدوم أنا كنت بقول تعبير مجاز، ما كانش قصدي يتحقق في لحظتها. وبنعرف سر اللخبطة دي، وهو إن لي شيان ليها أخت توأم اسمها لو شيان. ما هو مش من قلة الأسامي برضه، ما هي حاجة تلخبط. ونشوف بطنة بيبص لهم ويقول موضوع إنكم توأم دي مشهورة ومعروفة في كل الأفلام، بس ما جاتش في بالي والله. ونسمع لي شيان اللي هي في فريق بطنة بتقول لماذا لا ننسى الماضي ونتصالح، إنه مجرد سوء فهم. ونشوف لو شيان بتاخد السيد موي ويمشي وهي غضبانة وتقول له أختها لي شيان لا تزالي مستمرة في مضايقتي بشتى الطرق أنت وكل من تعرفيهم. ونسمع بطنة بيقول لها أعتذر على سوء الفهم وإن كنت سبب في المشكلة بينك وبين أختك. ونشوف لي شيان بتبتسم وتقول لا داعي للأسف، فهذه المشاكل نشأت بيننا منذ ولادتنا تقريبا ولا علاقة لك بها. وينتقل بينا المشهد لعالم الأباطرة وتحديدا طائفة الدم الملعونة. ونشوف حامل ختم الإمبراطور بيقول طائفة تستخدم الدم في طرق التدريب والثقل، يا لها من طائفة شريرة مثيرة للإشمئزاز، يبدو أن السيد الكبير يعلم بوجودها. وبنشوفه بيفعل مصفوفة للهجوم وبيقول حان الوقت لاستئصال هذا الشر من عالم الأباطرة إلى الأبد مهما كانت العواقب. وبنشوفه بيبدأ تدمير الطائفة وهالة المصفوفة بتنتشر وتبدأ تدمر كل حاجة. ونسمع سيدة الدم وهي بتهرب وبتقول من لديه الجرأة على مهاجمة طائفتي سيدفع ثمن باهظ على هذا الخراب الذي لحق بها. وفجأة تلاقي قدامها حامل ختم الإمبراطور وهو موجه سيفه على رقبتها ويقول لها هل تظني حقا أنك تستطيع الهروب مني؟ ونسمعها بتقول له لن تستطيع قتلي، فأنت تعلم من يحميني، إذا تم قتلي ستقتل أنت أيضا في الحال. ونشوف حامل الختم بلا تردد بيقطع رقبتها وبيقول لا يهم، فلقد عرض أتباعك السيد للخطر. وفي اللحظة دي ينتقل بينا المشهد للبعد الرابع عالم الحكماء. ونشوف 2 من المشايخ كلي الحكمة بيلعبوا مع بعض، وواحد منهم بيقول في عالم الأباطرة تم تدمير بذرة شيطانية كنت قد زرعتها
ولا أستطيع حتى معرفة السبب، يقصد سيدة الدم. فيرد عليه الشيخ الآخر كلي الحكمة ويقول له: منذ فترة اختفى التنين الذهبي وطائر العنقاء وقائد فيلق الأشباح، ولم نستطع تتبع أثرهم. يبدو أن هناك شخص من السادة كلي الحكمة يسكن العوالم السفلية، واستطاع أن يخفي عن أعيننا قوته ويخدع كل جواسيسنا الذين أرسلناهم خلفه. قائد فيلق الأشباح ده اللي هو شوبر سكين المطبخ الحاد. ونشوف الشيخ الأول ده مصدوم وبيقول: ماذا؟ أتقول أن هناك أحد السادة الحكماء كلي القدرة تسلل إلى العوالم السفلية واستطاع أن يعيش كشخص عادي وهو يسيطر على كل هذه القوى؟ يجب أن يتم التحقيق في الأمر. يجب أن نعرف مكان هذا الشخص ومن هو. سأقوم بإرسال شيشنا إلى عالم الأباطرة لتبدأ التحقيق. شيشنا دي اللي هي الحارسة الشخصية لسيدة الحكماء كلي القدرة، وملقبة برضه بمعذبة الأرواح. وينتقل بينا المشهد لعالم الأباطرة، ونشوف قدامنا حامل ختم الإمبراطور وكأنه مستني حد، ونسمعه بيقول: تم القضاء على هذا الشر العظيم ومستعد لدفع الثمن. ونشوف إن اتفتحت وراه بوابة ذهبية، بوابة البعد الرابع من عالم الحكماء. ونشوف حامل الختم بيبص للبوابة ويقول: مهما كان ما يخرج من هذه البوابة أتمنى الموت سريعا. ونشوف البوابة بتتفتح، ونشوف حامل الختم مصدوم وعلى وشه ملامح الخوف وبيقول: ماذا؟ أنت؟ كنت أود أن أموت موتة أقل ألما. ونسمع شيشنا بتقول: سيدي حامل الختم، كيف حالك اليوم؟ يبدو أنك دمرت الطائفة التي كان يرعاها سيدي. أود أن أعرف من يقف خلفك وأين يختبئ تحديدا. هل في عالم الأباطرة أم في عالم الخالدين أم أنه حي وسط البشر الفانيين؟ ونشوف حامل الختم ماسك السيف وبيقول لها: استمر في الحلم، لن أتفوه بكلمة عن السيد. ونسمعها بتضحك وتقول: إنه أمر لا يصدق حقا. أتود مقاتلتي؟ لا زال يحمل قلبك بعض الشجاعة. ونشوفها بتحاوطه بمصفوفة هجومية قوية جدا، ونسمعها بتقول له: سأقوم أولا بتقطيع اللحم، ثم سأجمد الدم في شرايينك، وبعدها سأكسر كل مفاصل عظامك، وفي النهاية سأسحب روحك بالبطيء وأحرق نخاعك. يخرب بيتك، انت شغالة في مصمت. وفي اللحظة دي ينتقل بينا المشهد لساحة بيت بطنة، ونشوف السيدة دوران بتحس بوجود شيشنا والورطة اللي فيها حامل الختم. ونسمعها بتنادي على شوبر سكين المطبخ الحاد، فيجي شوبر بمنتهى السرعة ويقدم لها التحية، فتقول له: اذهب إلى عالم الأباطرة بمنتهى السرعة، منطقة الطائفة الملعونة، وقدم المساعدة لحامل الختم. ونسمع شوبر بيقول لها: حاضر سيدتي، سأنفذ في الحال. وينتقل بينا المشهد تاني لعالم الأباطرة، ونشوف شيشنا بتقول لحامل الختم: إنك حقا وفي لهذا السيد كثيرا، كيف لك أن تتحمل كل هذا الألم؟ ولكن لا يهم، في النهاية سأخذ كل ما أريد منك. ونشوف حامل الختم وهو بيتألم داخل المصفوفة، وفجأة يظهر جنبه شوبر، ونسمعه بيقول لشيشنا: مرحبا بك يا أيتها المبتدئة، كنت أظن أني سأواجه شخصا أكثر قوة، ولكن لسوء الحظ خاب ظني كثيرا في مستوى قوتك. ونشوف شوبر بينسخ المصفوفة بتاعتها عشرات النسخ ويحاوطها بيها، ونسمعه بيقول: يكفي هذا العدد لإتمام المهمة. ونسمع شيشنا بتسأل شوبر وتقول له: من أنت أيها السيد؟ فيقول لها: أنت لا تستحقين أن تعرفي. ونشوف شوبر بيرفع سيفه لفوق ويتم تفعيل كل المصفوفات وتتحول للون الدم ويحاوط بيها شيشنا، ونشوف نظرات الخوف والرعب على وشها، وفي لمح البصر بيوجه ليها ضربة بسيفه ويقسمها نصين. ونسمعه بيقول: نفاية معدومة الفائدة، لم تكن تستحق عناء القتال. ونسمع حامل الختم بيقول: هل السيد هو من أرسلك؟ فيقول له شوبر: ليس لدي الحق بالبوح بأي شيء. ونشوف شوبر بيرجع تاني لساحة بيت بطلنا وهو بيقول: اكتملت المهمة دون أي مجهود. ونسمع السيدة دوران بتقول له: لا أحب المتفاخرين. ونشوفه بيقدم لها التحية وهو بيعتذر، ونسمعها بتقول له: في المرة القادمة كن أكثر تواضعا بعد تنفيذ المهمة. وتقول له: شكرا لك على كل حال، يمكنك أن تذهب الآن إلى المطبخ. فيرد ويقول لها: أعتذر سيدتي، حسنا سأذهب الآن إلى المطبخ. وفي الوقت ده بنشوف حامل الختم جاي علشان يشكر بطلنا، وبنشوفه بيخبط على الباب، فتفتح له السيدة دوران، وبمجرد ما بيشوفها بيتفاجئ ويركع على رجليه ويحييها تحية سيدة الحكماء. ونسمعها بتقول له: هل نسيت ما أخبرتك به؟ فيقول لها: لا يا سيدتي، لقد قلت لي أن أعاملك كغريب إن رأيتك في أي مكان، ولكن لا أستطيع أن أنسى أنك من أعطيتني القانون السامي وجعلتيني حامل ختم الإمبراطور، هذا لطف لن يرد أبدا. وينتقل بينا المشهد للبعد الرابع، عالم الحكماء، ونشوف أحد المشايخ الحكماء كلي الحكمة وهو متعصب وبيقول: إن الشخص الذي تم إرساله لعالم الأباطرة
قتل بعد فترة وجيزة من نزوله، وتم حجب كل أفكاره عني. ونشوف الشيخ الآخر كلي الحكمة وهو مندهش وبيقول: ماذا؟ تم حجب أفكاره عنك؟ ونسمعه بيقول: لقد أرسلت شيشيان وهي مقاتلة لا يستهان بها، كيف لها أن تقتل بهذه السهولة ويتم حجب أفكارها عنك أيضا؟ ما هي المعلومات المتوفرة لديك عن هذا الحادث؟ ونسمع الشيخ الآخر بيقول: لا يوجد أي معلومات لدي، فقد تم حجب السبب والنتيجة أيضا. ونسمع الشيخ الآخر بيرد عليه ويقول له: ماذا؟ تم منع أفكارها عنك وحجب السبب والنتيجة؟ هذه قدرة لا يتميز بها سوى إمبراطور الحكماء كلي الحكمة. هل خرج من عزلته؟ وما هي العلاقة التي تربطه بعالم الأباطرة؟ ونشوف الشيخ التاني ده متعصب وبيقول: نحن أهم شخصيات في عالم الحكماء ولنا وضعنا الخاص، كيف للإمبراطور أن يفعل هذا بنا؟ دعنا نذهب إليه ونطلب تفسير. وينتقل بينا المشهد لقصر إمبراطور الحكماء، ونشوف الإمبراطور يجلس على عرش قمة الحكمة، ونسمع أحد الشيوخ بيقول له: سيدي الإمبراطور، أنت مسؤول عن الجميع ولا يجب أن تنحاز على طرف ضد الآخر، لماذا اتخذت إجراء ضدي؟ ونشوف الإمبراطور بيرد على الشيخ وهو مغمض عينيه ولسه في حالة العزلة وبيقول له: أتخذ إجراءات ضدك؟ لا أتذكر أنني فعلت شيء كهذا. ونشوف الشيخ ده بيقول: إذن من فعل هذا؟ تم تدمير بذرة شيطانية كنت أرعاها في عالم الأباطرة، وعندما أرسلت شخصا للتحقيق تم قتله في الحال، وحجبت أفكاره عني، وتم منع عني السبب والنتيجة. من سوى الإمبراطور يستطيع أن يفعل هذا؟ من يملك قوة الإمبراطور ليفعل كل هذا؟ وهنا نشوف الإمبراطور فتح عينيه وقام من على الكرسي وبدأ يخرج من عزلته، ويبدأ يفوق ويقول للشيخ بكل اهتمام: ماذا قلت؟ هل تم حجب الأفكار ومنع السبب والنتيجة؟ ونشوف الإمبراطور فرحان وبيقول: لا يستطيع أحد فعل هذا سوى هذين الاثنين، ويقصد بالاتنين دول بطنة والسيدة دوران. ونسمعه بيسأل الشيوخ بكل اهتمام ويقول لهم: احكوا لي كل شيء تعرفونه بكل التفاصيل مهما كانت صغيرة أو تافهة، أريد أن أعرف كل شيء تعرفونه. وهنا تخلص أحداث حلقتنا، واستنوا الحلقة الجديدة اللي فيها أحداث دمار النار. وشكرا على دعمكم الكبير، نفسي أقابل كل حد فيكم وحييه تحية سيد الحكماء بقى. شكرا على تشجيعكم بجد، واشوفكم الحلقة الجاية. Mon Hwangay.